هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. منذ اللحظة التي انتهت فيها صداقة الإعلامية الجزائرية فائقة الجمال والشهرة والرقي سمية سماش بمواطنتها الشيف الجزائرية الحسناء مريم بن عمود، وبدا واضحا جدا لدى شريحة كبيرة من الجمهور والمتابعين بأن القصة قد تغيرت وتحولت إلى منافسة محتدمة بينهن، وكانت آخر فصول تلك المنافسة عندما فاجأت الشيف الجزائرية مريم بن عمود الجميع، وظهرت وأطلت على جمهورها الكبير بالكراكول الجزائري التقليدي. والغريب في الأمر أنها قد تكون المرة الأولى التي تظهر فيها الشيف مريم بن عمود بالكراكول الجزائري، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط الكثيرين. وعلى الرغم من إعجاب جمهورها الكبير بجمالها وإبهارها وتميزها وهي ترتدي الكراكول الجزائري للمرة الأولى، إلا أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور قد رأت بأن الشيف الجزائري مريم بن عمود أرادت أن تلقن سمية سماش درسا قاسيا جديدا، ولكن على طريقتها الخاصة والمميزة، وذلك بلجوئها إلى ارتداء الكراكول الجزائري، والذي كان جميلا ورائعا جدا عليها، خاصة وأن الإعلامية الجزائرية الحسناء سمية سماش صديقة مريم بن عمود سابقا هي من أكثر الإعلاميات الجزائريات شهرة بالكراكو التقليدي الجزائري، وأنها كثيرا ما تحرص على الظهور به في مختلف المناسبات والحفلات، حتى أنه عندما تم زفافها على زوجها وحبيبها المنشط الإذاعي الشهير عمار الشندالي، حرصت أيضا الإعلامية سمية سماش على أن تطل على جمهورها بالكراكول الجزائري، والذي عشقه الجمهور كثيرا بسبب كثرة إطلالاتها وزهورها به. لذلك اعتبرت شريحة من الجمهور بأن أقديم الشيف الجزائرية مريم بن عمود على الزهور بالكراكول الجزائري للمرة الأولى على جمهورها ما هو إلا تحد جديد من الفتاة لصديقتها القديمة، والتي كانت أقرب صديقة لها الإعلامية سمية سماش، وهو الأمر الذي دفع الجمهور إلى أن يقارن من جديد بين كراكو مريم بن عمود وكراكو سمية سماش. الجدير بالذكر أن الشيف الجزائرية مريم بن عمود قد بدأت في الآونة الأخيرة تغير كثيرا من نفسها وتطل على جمهورها بالكثير من الإطلالات المتميزة، والتي تخطف بها كثيرا الأنظار نظرا لجمالها واختلافها وتميزها اللافت للأنظار.